أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم بقطر معدي في منطقة مهجورة، وجوه القطر بنتعرف على راجل اسمه فيرجيل، وفيرجيل كان المفروض رايح لمنطقة معينة علشان يشتغل، وبيشوف قدامه ست وابنها وكان باين انهم ناس بسيطة. وبعدها بشوية القطر بيقف في المحطة، وفيرجيل بيتعاطف مع الست وبيديها الأكل اللي كان بياكله وخرج من القطر. وبيلاقي فيرجيل ان المنطقة اللي نزل فيها منطقة مهجورة وما فيهاش أي حد، فبيروح لأقرب محل وبيقول لصاحب المحل انه المفروض يقابل شخص هنا علشان يوصله منطقة المجمع. وبيسأل صاحب المحل إذا كان شاف اي حد عدى من هنا، بس صاحب المحل مش بيرد عليه وبيفضل باصص في التلفزيون. ففيرجيل بيسأله عن مكان الحمام وصاحب المحل شاور له على مكانه، وبيروح فيرجيل للحمام اللي كان متوسخ ومليان حشرات، بس مع ذلك فيرجيل بيضطر يستخدمه. واثناء ما هو في الحمام في راجل اسمه كيس بيكلمه من ورا الباب، وكيس ده هو الشخص اللي هيوصل فيرجيل لمنطقة المجمع. وفيرجيل بعدها بيروح يغسل وشه، وكيس بيجيله وبيقول له بلاش تهدر المية علشان احنا في الصحراء. وبعدها فيرجيل بيركب مع كيس العربية وبيتحركوا علشان فيرجيل يروح للمجمع ويشتغل هناك. وبينما وهم في طريق كيس بيكلموا على اجرته مقابل التوصيله، وبيقول له انه عاوز منه $300. وفيرجيل بيتفاجئ انه المفروض يدفع المبلغ ده، وبيقول له الشركه اللي انا اتفقت معاها قالوا لي هدفع $200 بس. فكيس قال له لو مش هتدفع $300 هرجعك من مكان ما جبتك. ففيرجيل بيضطر يوافق وبيقول له هدفع لك $300. وبسبب الحر والصحراء اللي هم فيها فيرجيل كان عاوز يشغل التكييف بتاع العربيه، بس كيس بيرفض وبيتعصب من الحركه دي، وبيقول له التكييف هيحمل على موتور العربيه وهيبوظه. وبعد ما سافروا المسافه طويله في كاوتش من كاوتشات العربيه بيفرقع، فبيضطروا انهم يقفوا بالعربيه علشان يغيروا كاوتش. وبيشوفوا كلبين بيتعاركوا مع بعض وكلب فيهم بيفترس التاني، فكيس بيجي وبيمشي الكلب وبيقتل الكلب التاني اللي كان بيتألم من الاصابه. وبعدها بيغيروا كاوتش وبيتحركوا للطريق من تاني، وبيقفوا تاني بعدها بشويه علشان يملوا بنزين. بس بما ان الدنيا ليلت بيقرروا يستريحوا عندهم ويكملوا رحلتهم بكره. وبيقعدوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض، وكيس بيسأل فيرجيل انت ليه عاوز تروح المجمع؟ ففيرجيل بيقول له انه لقى اعلان لوظيفه وهو بيدور على فرصه عمره، وهو متاكد انه هيلاقيها هناك، وهو كده كده وحيد ومفيش حد عايش معاه، فالسفر ما كانش ازمه بالنسبه له. بس كيس بيعرفه انه زار قبل كده المجمع، ومن واقع خبرته بيقول له المجمع مش المكان المناسب للفرص، وبيقول له كمان المجمع ما فيهوش غير اشغال شاقه وتعب. بس فيرجيل بيقول له انه ما عندوش مانع يشتغل في الاعمال الشاقه. وتاني يوم بنشوف فيرجيل وهو سايق العربيه، وكيس كان قاعد جنبه بيستريح من المشوار. وبعدها بشويه فيرجيل كان ميت من الحر بسبب حراره الشمس العاليه، فبيقرر يشغل تكييف العربيه، وبالتالي محرك العربيه بيتعطل. وكيس بيصحى وبيكتشف اللي حصل، وبيتعصب وبيطلب من فيرجيل انه يخرج من العربيه. وفيرجيل بيتاسف له، وكيس بيقبل اعتذاره، وبيروح فيرجيل على جنب يقضي حاجته. وكيس بيبقى بيصلح العربيه، وفيرجيل بيشوف صخور في الارض متجمعه مع بعض، وفيرجيل بينتابه الفضول وبيقرب من الصخور وبيشيل التراب اللي عليها. وبيتفاجئ لما الصخره بتبان انها ذهب، وبينادي على كيس علشان يجي يشوف الصخور دي. وكيس بيجي وبيطلع ولعته، وبيقول لفيرجيل انه هيولع في الصخور دي، ولو هي اتحرقت وبقت لونها اسود يبقى هي مش ذهب. ولما كيس ولع في الصخور لونها مش بيتغير، يعني بيطلع انها ذهب فعلا. وبنشوفهم بعدها هما الاتنين وهم عمالين بيحفروا علشان يطلعوا الذهب من الارض، بس الصخره دي كانت ضخمه جدا وثابته في الارض لدرجه انهم بيحاولوا بكل قوتهم علشان يطلعوها، بس مش عارفين ولا كانوا عارفين يحركوها من مكانها حتى. فبيقرروا يربطوا الصخره بحبل ويربطوا الحبل بالعربيه، وكيس بيدوس بنزين بس برضه الصخره مش بتتحرك والحبل بيتقطع. فبيربطوا الحبل تاني وبيجربوا مره كمان لكن مفيش فايده، وبيقعدوا طول النهار يحفروا وبيحاولوا يطلعوا الذهب، وبيكونوا تعبوا جدا بسبب الحر. وبعدها كيس بيروح يجيب شويه خشب علشان يولعوا نار ويبعدوا الكلاب عنهم علشان هم هيباتوا هنا الليله دي. وبيروحوا هما الاتنين يلموا الخشب وبيولعوا نار وبيقعدوا يتكلموا عن الثروه اللي لقوها. وكيس كان متحمس جدا علشان حياتهم هتتغير 180 درجه، وبيقعد يزعق ويتنطط من الفرحه. وبعدها بشويه كيس بيقول له بما انهم مش عارفين يطلعوا الذهب فلازم حد فينا يروح للمدينه ويجيب حفاره علشان يطلعوا الذهب. وبيقول له كمان انه يعرف اشخاص ممكن يدونا الحفاره، وبيقترح ان فيرجيل هو اللي يروح للمدينه ويجيب الحفاره. وده علشان فيرجيل مش متعود على بيئه الصحراء وما عندوش فكره ازاي يتكيف على الصحراء. بس فيرجيل كان عنده وجهه نظر مختلفه وشايف ان كيس هو اللي المفروض يروح ويجيب الحفاره، وهو هيستنى هنا وهيحرس الذهب. ده غير انه مش عارف مكان المدينه اللي بيتكلم عليها،
ومش عارف ازاي هيوصل للناس اللي يعرفها علشان يجيب الحفارة. فكيس بعدها بيسأله انت متأكد انك عاوز تفضل هنا لوحدك؟ ففيرجيل قال له ما تقلقش عليا، انا هعرف اتأقلم مع المكان. وتاني يوم فعلا كيس كان بيحضر نفسه علشان يمشي، وبيدي لفيرجيل اكل وميه وحتة قماش علشان يعملها خيمة، وبيديله كمان تليفون علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، وكمان سكينة صغيرة علشان يحمي نفسه بيها. وبيعرفوا كيس ان المشوار اللي هيعمله علشان يجيب الحفارة ممكن ياخد منه 5 ايام. وبعدها بياخد العربية وبيتحرك، وبينبه عليه انه يفضل مركز ويخلي باله من نفسه. وبعدها فيرجيل بيربط القماشة في الشجرة علشان يعمل لنفسه خيمة، وبيطلع التليفون وبيتأكد انه شغال. وبعدها بيروح يجمع خشب الموجود حواليه في المنطقة، ولما بيرجع بيلاقي فيه عقرب بيتجول في المكان بتاعه، فبيستخدم حتة خشب علشان يبعد العقرب ده عن المكان. والدنيا بتليل، وفيرجيل بيقعد جنب النار وبيسخن الاكل وبياكل، بس بيقلق شوية لما سمع صوت الكلام من بعيد، فبيمسك السكينة في ايده تحسبا لأي خطر. بس بيعدي اليوم بسلام وبينام، وبيصحى بعدها الصبح وهو تعبان، وكان مستخسر يهدر شوية من المية اللي معاه. وبيسمع صوت التليفون بتاعه بيرن، فبيجي جري، بس لما وصل كانت الشبكة قطعت. وبيتضايق فيرجيل وبيتمشى شوية علشان يضيع وقت، وبيلاقي حطام طيارة، وبيقرر يستخدم الطيارة كمأوى ليه ويقعد يرتاح فيها من الشمس. بس بيرجع في كلامه لأن الدهب مش باين من عنده، ولكن بياخد أجزاء من الطيارة وبيستخدمها للمأوى بتاعه، وبيعمل خيمة وبينام في الخيمة. وبيصحى وهو تعبان ومرهق، وبيلاقي إن نص وشه اتحرق من الشمس. وبيقعد جنب الدهب وبيقعد يكلم نفسه، وبتجيله فكرة إنه يحاول يكسر جزء من صخرة الدهب، وفعلا بيضربها بشكل متكرر وقدر يكسر حتة دهب، وبيطلع قطعة دهب كبيرة. ومش بيكون مصدق نفسه وفرحان، وبقى مقتنع إن حياته هتتغير وهيعيش عيشة أحسن. وفي نفس الوقت كيس بيتصل بيه، وكيس بيعرفه إن الموضوع هياخد وقت أكتر مما كان يتصور علشان محرك عربيته عمال بيسخن. وفيرجيل بيعرفه إنه قدر يكسر جزء من صخرة الدهب، وكيس بيقول له يفضل جنب الدهب وهو هيبذل قصارى جهده علشان يجيله في أسرع وقت. وبالليل فيرجيل وهو قاعد جنب الدهب بيسمع تاني صوت الكلاب، فبيستخدم عمود خشب مولع علشان يبعد الكلاب عنه. وتاني يوم بيصب لنفسه شوية مية وبيشرب، وبيلاحظ تعبان بيقرب منه، وبيحاول فيرجيل يقتل التعبان بس مش بيعرف، والتعبان بيهرب. ولما بيلف بيلاقي انه بالغلط وقع ازازة المية واهدر شوية مية، وبيتضايق جدا لان المية اللي معاه بتقل، وكمان الاكل اللي معاه بيبدأ يخلص. وهو بيكون حاسس بإرهاق شديد، وحالته الصحية بتتأثر، وتعب من حرارة الشمس، ووشه بيتقشر وبيتحرق من الحرارة. وبعدها بيروح لحطام الطيارة تاني وبياخد منها شوية أجزاء علشان المأوى بتاعه، ولكن فجأة بيشوف شخص جاي ناحيته من بعيد، فبيخش الطيارة وبيستخبى، وبيخبي حتة الدهب في الشنطة علشان الشخص الغريب ما يشوفهاش. والشخص الغريب بيوصل وبيشوف فيرجيل وبيأمره يخرج من الطيارة. والشخص الغريب ده بيطلع من واحدة ست، وبتقدم لفيرجيل أكل وشرب، بس فيرجيل بيرفض ياخد منها أي حاجة. فهي بتسأله هو بيعمل ايه هنا وازاي انتهى بيه الأمر في نص الصحراء، بس فيرجيل بيفضل ساكت وبيتجاهل أسئلتها، وبيقول لها انت ممكن تقعدي في الطيارة لحد ما الدنيا تليل وتاخدي بعضك وتمشي. بس الست بتحس ان فيرجيل مخبي حاجة لانه بيتصرف بطريقة غريبة، وبتفضل ماشية وراه وبتقعد تسأله ازاي انتهى بيه الأمر هنا. وفيرجيل بيتعصب من أسئلتها الكتيرة وبيقول لها ما تتدخليش في أموري وامشي من هنا. بس الست بتشوف المأوى بتاع فيرجيل وبتقعد تكسر فيه وبتأمره يمشي، ولكن فيرجيل هنا بيخرج عن شعوره وبيضربها بالمجرفة وبيقتلها، وبياخد من شنطتها كل الحاجات اللي ممكن تفيده، وبيدفن جثتها قريب من الخيمة بتاعته. وبعدها بشوية في كلب بيشم ريحة الجثة وبيروح يطلعها من الحفرة، وفيرجيل بياخد باله وبيروح يمشي الكلب، وبيسحب جثة الست المكان بعيد وبيحرق الجثة باستخدام الخشب. وبيحزن فيرجيل على اللي عمله وبيدمع لأنه ما كانش متصور إنه هيقتل حد علشان الذهب. وتاني يوم الصبح بيصحى فيرجيل على صوت التليفون، وكيس بيكلمه وبيقول له إنه لقى الحفارة واخدها واتحرك، بس للأسف كيس هيتأخر شوية كمان لأن الحفارة متقلة العربية ومخليها ماشية بالراحة. وفيرجيل كان هيتجنن لأنه مش قادر يستحمل ويقعد في الصحراء، وكيس بيقول متماسك وبيشجعه. وبعدها فيرجيل بيشوف عربية ماشية على الطريق، بس جشع فيرجيل في الحصول على الذهب مش بيسمح له بالهروب، وبيفضل موجود وبيدور على الخشب. وبيشوف عاصفة رملية داخلة عليه، فبيجري ناحية الخيمة علشان يبقى في أمان، ولكن العاصفة بتدمر الخيمة، ففيرجيل بيضطر يجري علشان ينجو بحياته. وهو في الطريق بتخبطه شجرة وبيتصاب، وبعدها بشوية العاصفة بتنتهي، وفيرجيل بيصحى وبيلاقي نفسه في كومة رملة، وفي جذع شجرة غارس في بطنه، وبدل ما يسحب الجذع من بطنه بيقوم يتحرك علشان يدور على مكان الذهب ويتفقده، وبيقدر يلاقي مكان الذهب فعلا، وبيشيل الرملة من على المنجم وبيلاقي صخرة الذهب الكبيرة، وبعدها بيغمى عليه جنب المنجم. وفي المشهد اللي بعده بنشوف فيرجيل وهو بيطلع جذع الشجرة من بطنه وبينزف بغزارة وهو بيعمل كده، وبيسخن علبة على النار وبيطهر الجرح بتاعه، وبيعيط وهو بيكوي الجرح، وبعدها بيدهن وشه بالرملة وبينام على الأرض. ولما بيفوق بيلاقي واحدة رافعة السهم عليه، وفيرجيل لما شافها بيبدأ يشوف رؤية للست اللي قتلها، والست بتشربه
شوية مية وبتمشي. ولما فيرجيل بيفتح عينه مش بيلاقي الست جنبه، فبيفتكر انه بيهلوس، والتليفون بتاعه بيرن وبيطلعه من الرملة. وفيرجيل بيحكي لكيس على الست اللي شافها وشربته مية، وكيس بيقول له لازم تتخلص من الست دي. وبعد ما فيرجيل قفل معاه، الست بتظهر تاني وبتقدم له المساعدة، بس فيرجيل كان مركز وواقع على الدهب وبيزعق لها وبيقولها تمشي بعيد. وقبل ما الست كانت ماشية بتسأله إذا كان شاف أختها، بس فيرجيل مش بيرد عليها. وبعدها بشوية فيرجيل بيفتح عينه وبيلاقي حواليه الخشب المحروق والكلاب ملمومة حواليه، فعلى طول بيتصل بكيس وبيقول له انت فين يا زفت اللي اسمك كيس. وكيس بيقول له انه خلاص قرب منه وهيوصل له قريب. وفيرجيل بيعيط وبيقول له انجز، الكلاب قريبة مني وهتهاجمني. بس بيطلع ان كيس قاعد قريب من المكان اللي فيه فيرجيل وكان بيراقبه بالمنظار، وبيفضل مستني وهو شايف الكلاب وهي بتهاجم فيرجيل وبتاكل في لحمه. وبعد ما خلصت عليه بتسحب جثته لبعيد، وفيرجيل كان خلاص بيموت وهو باصص على الدهب. وبعدها كيس بيتحرك بعربيته وبيوصل لمكان الدهب وهو معاه الحفارة علشان ياخد كل الدهب لوحده. وبيبص على جثة فيرجيل وبياخد الولاعة من عربيته وبيرجع تاني، بس في سهم بيرشق في صدره وبيقع كيس على الأرض وبيموت. واللي ضربه بالسهم كانت الست اللي فيرجيل شافها. وفيرجيل كان المفروض من الأول ما يثقش في كيس، لأن كيس كان شخص جشع وطماع وعلق عليه أجرة التوصيل من البداية، فكان المفروض يفهم إنه شخص ندل. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.